السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين نصمم بلاطة هولو بلوك طبقا للكود المصري. طيب في برنامج جميل جدا اسمه كونكريت ديزاين بروجرام. ده هسيبه لكم في الديسكريبشن. ده عبارة عن برنامج لتصميم القطاعات الإنشائية طبقا للكود المصري. بمنتهى البساطة هاجي هنا عند الستاب وأقول له الهولو بلوك. في عندي وان واي وعندي تو واي. تعال نجرب الأول على الوان واي. هلاقي هنا في شوية بارامترز لازم تبقى فاهمها. الاف سي يو، مقاومة الخرسانة للضغط، هتبقى عندي مثلا 250 كيلو جرام لكل سنتيمتر مربع. فيلد 4200. الديد لود هنا هيمثل. صني على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. الديد لود اللي هيبقى على البلاطة هيمثل بس فقط الفلور كفر. الفلور كفر لو 10 سنتي هيبقى عندي 200 كيلو. واللايف لود طبعا لو مبنى سكني هيبقى برضه 200 كيلو. طيب هنا الدايمنشن بتاع البلوك طبعا. أغلب الشغل بيبقى بلوكاية 40 في 20 في 20. بلوكاية 40 في 20 في 20. ال40 ده عرض، والعشرين ده يعتبر طول، والعشرين التانية ده ارتفاع. طيب في هنا بقى شوية بارامترز، ده هنفهمها من الشكل ده. يعني مثلا ال X الإسبان في اتجاه الإكس وليكن مثلا 4 متر. طيب ال Y وليكن مثلا 6 متر. طيب اللي اي اكس في واحد. الاكس واحد ده اللي هو الجزء الخاص بالسوليد بارت، وليكن عندي 25 سنتي في كل الاتجاهات. عندي التي اس اللي هو الجزء الخاص بالشكل ده، اللي هي البلاطة اللي فوق الرب على طول، وليكن عندي هتبقى 8 سنتي. عندي البي اللي هو عرض الرب نفسه، هنقول اللي هو 12 سنتي. طبعا الكفر هيبقى مثلا 2.5 سنتي. طيب هيبقى لنا بس الجزء ده. طبعا الجزء ده خاص بالوزن الاون ويت بتاع البلوك نفسه. يعني مثلا لو جيت اتحركت كده تلاقي الاوزان هنا اختلفت. احنا قلنا طبعا الجزء بتاعنا البلوكات بتاعتنا 40 في 20 في 20. طيب دخلت كل البارامترز بتاعتي. هدوس ديزاين، اختار الاول الاقطار اللي انا عايزها. مثلا وليكن هختار قطر 12 كاريا ستيل للرب، واريا ستيل للستيربس برضه قطر 8. هنقول ايه؟ ديزاين. طيب لقينا ان هنا في واحد نمبر رقم واحد، فيعني ممكن نخلي دي قطر 10 ونقوم قايلين ديزاين. برنت كالكوليشن تو اكسل. ده شكل البرزنتيشن بتاع البرنامج، طبعا شكل محترم جدا. آه، شارح كل حاجة بالتفصيل، كل الانبوت. تحليل التحليل بتاع تحليل اللودز والسترنج اكشن بالديزاين الشير كل حاجة. في آخر مدينا الكالكوليشن. الاريا ستيل واحد. طب اريا ستيل واحد دي فين؟ نلاقي اريا ستيل واحد واريا ستيل اتنين واريا ستيل تلاتة، وطبعا الكنات. طيب الاريا ستيل واحد واريا ستيل اتنين واريا ستيل تلاتة دي اجيبهم منين يعني؟ لو انا عايز اعرف تقسيمة الحديد بتاعي هتبقى فين؟ الاقيها هنا موجودة في البرنامج هنا. اريا ستيل واحد في الجزء اللي فوق العمود عند السبورت اللي على الشمال. اريا ستيل اتنين الجزء البوزيتيف، الحديد السفلي. واريا ستيل تلاتة هو الجزء العلوي اللي عند السبورت اللي على اليمين.